مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري هاي الأداء We escaped. We are scared. Shelling is everywhere. The world must understand our situation. We have children and we have sick people. Also, they're displaced people who are suffering from cancer. We are terrorized. They have destroyed my house. I have no other place to live. I don't know where to go. Our life is hell. They told us. سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا ناي وتر من يوتيو مچم اتزغطو زلو كونتات ناي اسرائيل فلسطين كاب معلتنا معلتي قبل على سيفيلاوين حزب زور زلو قفعن موتن سقاين نابرت عنا نهارني خيدالو سقتا ناي عالم دما اقرا منا خوني متصالو منالبات اتي كيدناي بوليتيكان دبلوماسي ناي عالم كما يكم زمسل ابريل تايم اب ريلي اب هياو غزي نطمتولنا سدما عالم ملو سكرينا ابو اقانيعا نار ايتنا سمعتن كلا كتتصقط كلاينا نرزلنا وزك بحال كله اب اسرائيل زورده تزتغبره بحماس مدغاف وي غلا يكونن تايدا نزو كونتات زي امودا تاون اب طاولايم كوف ابيلهم كودوم سلازي ازو غزي تطاو كبلالو زغيل وغططاو تزي بلدما نتي سيفيل هاو حزبي رديت كتبلو تخل منغدي علم ملت كله حزبي زبس حزب عالم يسوعلو مرحتنا عالم جن بفلاي نايتن حيالات هجرات بحالا إيروبان أمريكا منو بملو أبقون إسرائيل بمسلاف أمس إسرائيل تطويلهم كم زلوين أنفلز لنا إسكان نسمع أنتي كهدالو أتي لعلو خلو أبزلو من ريو زعبات توقع يكونه مجمريا أتي international community أنتي جبرالو أنتي بحالالو لعلو خلو بتدقاقامي إنها تقهد زخي زلو أزمت كعتز بحماس تقبرون إسرائيل أخول حبريتا كلوا كم زغل زنبرن قال إذا تحاب مستير كم زلون الزدما إذا مستير الزدما تحدقنيات ناتو نهيوتنا فلسطينيين نمدفع كون سلازخل سلازي ببزح من قد كنرينا مجمريا جن let's start what's happening نتكون تتوزلو نسمع اسكنتاي كادالو In Gaza, Israel is poised to launch the attack into the northern half of Gaza. It's an attack that's filled with uncertainty and whose potential humanitarian consequences are grim to say the least, as Israel vows to destroy and eliminate Hamas completely. The IDF has ordered evacuation of Israeli residents from the Gaza border town of Sderot. So أبزنتاي نريلنا مجمريا إسرائيل حيالا معلتات جيرالا ناي مريت مدكعة تقبرك سراويتا أبتدوب ناي غازا أواديدا كمهلاو جن بستفل عليه من قدي نتمدكعة نخي تقبرو نتسيبيلاو هزب حاليا زي كونت نستراتيجيناتا بزح سيقات ون كم زلو هاي زنقر مهنياتو إزو كينات زي نسرائيل ون بفلاي تناي مريت وق أبكا تماسل زقبر توم سراويتنا حماس دما أبتهم وكرو جيروم سلزنا برا أبتنا سوريا وكينات ساتف سلزنا برو أبغون زي سراويتنا سوريا مالت سلزنا هي كتما ناي كتما وق أزي كبيد وقيو سلزي إسرائيل ناون خطاتو سكات كم زلوا يزن كرزلو نزين مقبارجن تطوعي بلتنا لا نتزب دماك كتاب سمين ناي كازا نزغم تزبي وتيو ندبوب جوز كهدم نجيرات لا أبتحالفون ريبورت جير لكم نيره تزبي أبغى حدا جنيان بدهي مدرخن وديقو خمزلو كن عبوتو إن هالو كن رينا بستفل عليه من قد ما هنتم بتوينا قرب سكان اسمع. And the residents are being moved to Eilat and Jerusalem, and many might even be moved to Tel Aviv. They even dropped evacuation leaflets in the northern region of Gaza, who are evacuating towards the south for their safety. All of this comes on the back of massive military deployment in southern Israel. Israel, which has the superpowers backing it, the United States has pledged full support, which is unconditional. كم نريد لنا بتي حزب فلسطين بعصوانا ماينا إلكتريك ناي كل قرباتن نقول لنا مدهانيت قربات تعاطيزو له حزبي بت دما كلاتن هاجرات أوروبا أمريكا بزي زخونه يكون كونديشن ويكا قدما كنت ملو دقف ني إسرائيل كم تب حبيرالا حبيرات رايده كورس بتدقاقامي بخنديك على كم زقلت لهم على تومي تفهم له بمغطال بملاتن هاجرات أوروبا هذا دحر هذا ملء دقف إسرائيل كم زبان جيرنا له من البعض كمل لساينا بريزنتنا أوروبا حبرت أبت بوتا بتي هذا لا أبتي ناي كينات بوتا بتي حكم زنبرت زقلت فيديو رخيبا له كنرينا نغطي الجن. The UK, France, Germany and Italy have also backed Israel.
The Israeli military has also called up 460,000 reservists, adding to its 170,000 strong standing army. On the other hand, Hamas has nearly 1,600 armed militants who are expected to fight off Israeli forces, and another 6,000 Islamic Jihad militants are expected to join in. Hamas's fighters are perhaps a tenth of the likely invasion force, and it has neither the tanks nor the air power that is available to Israel. But the militant group, it has one very unusual asset here. That's a vast network of secret subterranean tunnels. Hamas has for long been ready for an Israeli incursion, digging a sophisticated network of tunnels across Gaza, intended to allow its forces to survive aerial bombardment. شكم زبحل زلو ولا قا تي عتقناي حماس مستي بزلع على ركعتنا تكنولوجيا زعات قصراويتنا إسرائيل كورادر زغل بمنم كورادر زغل عقب من تزيه هلو قبل الإسرائيلويان بزح عنوات كورد كم زغل جن دارجا زبزحت تعذبتني على بالسمام عوي مغنياتو ناي كتما وق كالاي دما سراويتنا إسرائيل بتخكل زي فلط بوت هايزي العلمان نمدما زصلو سراويتنا حماس يصبي زلو سلازي توق حدقنيا كون كم زغل إسرائيل لما بزح سراويت كتكسر كم تخلي زنقار زلو بتخوين باتي إسرائيل ستيل نتوق كتكسلو مخانا ناي ويزر ناي كنتات عير مكياري نابتي متكحتي نخي قبر طواب بلوم زلو زبل حبريتاون تزارج حنيرو إذا كم زيلو نهلوي تهزبنا أي فلسطين دما كم معلتنا كنتاتنا خفاف زخدوا له زلو international community انتاي جبرالو بعالم درجة انتاي جبرالو سك انتاي عينت ركباتي جبرالو سكندر مجمريا حنت كابتاب قداي عبت ساتفو زلو إيران انتاي جراس كنسمع. Mr. Hussein. دحر خيلكم لايك جبر بليز سبورت جبرنا زي channel أنا أتكم دقفة قداسيو. Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian has met Qatar's Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani here in Doha. They discussed the latest. زيوم كل تاجرات توم زقرة بزمدنا مستحماس زلوهم يمسدما نايرام نشر قدات وزعين ناي قطر نجوس اليوم تراخي بمزلو سلزي بوتها دراوي سلطانة يكون دقف التناي تحماس بزل على كاب إيران كم زموس أي زنقر فاينانساوي حجز ويكان يكون طبعاً نجنزبون حجز دما كاب قطر كم زموس أي زمت سلزي يوم كل تاجر هاجرات تراخيبا على اللواس كنت يتبعي لهم نسمع. Latest developments in Gaza, Abdullahian said that the conflict will not end if Israel continues attacking civilians. On Saturday, he met Hamas's political leader Ismail Haniyeh in Qatar's capital. So كم نفلتو أو كم تزفلت تي حلفتنا إذا حماس وجلي أبدوحة قطر يمزلو تي مراحنا إيران نسق ده دوت عينا إيران دما مستي وكيل حلفنا حماس أبدوحة تراخيبه مالتيو مستي نقصون تراخيبه انتاي تباهيلهم اسكب زعبات كنتات دايتايلهم مغنياتو نزل كنتات زي بقطع ويكا بغرب زكاتات الوزلون عبس الواكلهم زغلن هاجر انتلو إيرانيو. Well, Dorsa Jabari is in Iran's capital, Tehran. Dorsa, Iran is known to be a main backer of Hamas. What's their position on day 8 of this conflict? Well, we just heard from the Iranian foreign minister in Doha during his meeting with the Emir of Qatar, and he made it very clear and had one of the strongest warnings from Iran that we've heard over the past 8 days. He said that if the situation continues and the Israeli bombardment and aggression, as he called it, continues on the Palestinian, the situation will expand. They will. So, انتهت بالدلة كابتي كاب دوحة ريبورت قبل دلة حركاتي أقداسي معبالي ويكا كابت حبريتانا يتمنيس كودات وصاينا إيران زمت زوليات نقرزالا نسودما أما بلشامنا معالتو كنتات ريبورت خنقبر كلنا نسوزبالو إذا كنتات زي بزتار رقوان قادم ما يتزاري بيلا إذا كنتات زي إسرائيل قبل الفلسطينيين تقبرو زلا متقعتن دبدابن بخمس تقبرو زلا انت قتيلا تقبرو زلا انت زي قاريس عطو ويكا بتزلو تقتيلو إذا كنتات زي كسفع مخانو آتنكي غلو كسفع مخانو مالو تنتاي مالتيو نسمع لايك مقبار قناي ترسو
will not be confined to just Gaza. This is something very significant that we have heard from the high-ranking Iranian official. Now, for their support of Hamas, it's no secret Iran has been a staunch supporter of the group since its inception, and the Iranian leadership has maintained their position that they will continue to support Hamas any which way they can and any which way they're required to by the So حدا كابت نتصور نجار نتلو إيران حماس كم تدقفو كم زي مستير هيكونن بنتصور استفلت حكيو أبزوان إذا دايركتلي نتي كوينات نتي قبرش برامج كعتن خجبر أبلانينج هاي تساتفناني لهم تلزي أبزوان الزون بخالوت كيلاتات كم زي قلت له بقد تعبوا بلا الحماس كي اللوام يخليو كوينات مسجمرة تكوينات أب تكوينات زلو كم تلك أمريكان إسرائيل ولا قوات تدقفان تلا نتي سقمتات إسرائيل توزع زلا أمريكا يكون توصلنا زلا إسرائيل توصل زلا مغنياتو ولا قو أمريكا عبد الوان تلو أن إسرائيل كنت أتوقع كتب لا يدخلني إسرائيل كسب زي دلوي لككم دما ناي إيران سلطانون حيلن ون أنت قنم ولا عبد الوان تلو التزخيات زلو كنا تادقن ملو حماس يزوسنا زلو إذا ناخونا خلوقن إزيوم كليته وجنات ناي قطر ناي إيران مركب أزيو أقدسنا زلويو مخنياتو بخلتي مدايتهم زلا على تلوا زلوميم تكونتات كهد تخينون إزيوم وجنات زياتهم عبد أعطخ قبرو زغوليم بوجن حماس مالتيو بوجن حماس أعطخ قبرو مخالون يروم كن أبزوان زي إسرائيل وانت توكتبل دلونات ويكادليت كم زي بالله يزقل زلو هذا نجار أبزو كونتات زي زبرهلا زلو نجار انتلو حجرات عرب قدم كم زي كونتات كل على كله أمونجون متفناني زفت أرنيرو أمونجون زلو سجمات ناقف عيز خيد أبزوان إذا كنت نجارات عرب بتدلا ولا أمريكا كتفل عليهم بزعد تسعرن تلا حبراو مرقتنا تنقل نتصورنا خني ما تسألوا زدما تهزبنا عرب زلو والسمعيت أبناء فلسطين نتصور سلازخوني أتوم مرحتي كاب تهزبو وزاي حدش من قدو خدو أي كولونيوم لذلك ريانا تنهيلنا it's very very important تجزينا زلنا مالتيوم the organization itself, and that has only been reiterated over the past 8 days. Dorsa, the U.S. is moving major military assets to the region. First, it was one aircraft carrier. Now it's a second aircraft carrier that's on its way. And they have specifically said, this is to prevent either Hezbollah or Iran from trying to escalate this. Has Iran commented on this at all? إذا كم زيلو نهالو خلو أمريكا ما بتدقاقامي كبت أسوار حدا مراقب وق ناب إسرائيل أسقع خمزلا أتعلاماناتو دما بنتصور بتدقاقام هم زبلو زخوني يكون متتتاواب توق نحماس زخوني يكون كي حقزوت رايدي يكونسي كالي جنبار بفلاي دما أتبسمين ناي إسرائيل مس ليبانوس زلوم دوب أو زلو عتق حيلي حزب الله زبال كاب حماس أزيو بتعاطاس أفي زمع بالحيلن برتعن زلو تمكرنا يوجون زلو نسنا بتوق كياتو عبسقاتي زلو سلازي زي وتهدراو منقصاص ناي أمريكا دما إيران يكون حزب الله زخون يكون منقصاص ناب إسرائيل قصهم نخي قبرو متنقطان مفراري يجوز بهال زلو Iran's position is that these moves by the United States are actually seen as an escalation themselves. By moving these major warships to the region, it sends a message that they are ready and willing to defend their own interests, and that is something the Iranians have said that is very dangerous because their interference is what is fueling the instability in بخال وجن إيران نزينا أمريكا وتهدراوي حيلي ويكا ججف وتهدراوي أغمز اللون مراخب نابتبوتها مسقعة حدا كابتنة كونتات كاب حماق نابزبا أساس وزوزلو كلو لاوز فتر زلو كونتاتيو مخنياتو أمريكا نزختن قصاص كلا كان وق حساب كل واخم زغلن نتزوباتي أبرقونات كي وردن مفتحي كركب كم زي كلن زتنبه بمبع نتكونتاتتي إتا أمريكا تقبر زلا نتكونتات أسكليت تقبر لويكا نبزل على درجات أقام نخيد دعايات دفاف زلامبر ناي سلام هواهون ناي مرقق هواهون زفتر كونتات هيكون نتفتر زلا بمبعد إيران ترى كونت راشيا وين بتري قانقا تجارب زلا كونتات فلز انتاينا نرزلنا سنهين لاون كروينا ناي راشيا ناي تشاينا نركب على بزوان زي إيران ما بغتها أبغى نخلتي أنا قرأت زلا فلز كونتات زي نبكار كونتات كي معبل بزحات كيلاتات ناي ويكات عزبت نايتي الزوبا سقعت فتيرو حمد الله مجنزاب يدلي
this region. Again, I want to point out something. During the past 4 days that we saw Hossein Amir Abdullahian visit 4 countries, including Iraq, Lebanon, Syria, and Qatar, his language changed quite drastically from the first day on Thursday, where he spoke after meeting with the head of Hezbollah, Hassan Nasrallah. He said that there is still time to try and contain the situation, trying to de-escalate. But he did stress that the groups such as Hezbollah and other resistance groups were ready and their fingers were on the trigger, warning that if this situation continues, there could be an escalation, but not directly threatening Israel. On his last day in Doha, we saw him on Sunday during his meeting with the Emir of Qatar. He said that the situation, if it's not remedied, if it doesn't de-escalate, then there is no telling how large the conflict will get. And Iran, along with other regional players, can no longer be an observer, directly hinting that Iran is willing to enter into this conflict directly if it So እዚኣታ ኣገዳስነት ቢ ፕሊስላይ ግበሩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ እቲ ኣብዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኢራን እዚ ኣብ 4 ሃገራት በፂሑ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሊባኖስ ዝበፅሓሉ መጀመርያ ምስቲ መራሕቲ ናይቲ ሕዝብላ ዝበሃል ጉጅለ ተረኺቡላ ኣብ ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ንምትህድዳእ ዲኤስከሌት ነቲ ዘሎ ወጥሪ ንምትህድዳእ ዝንፍት ዘረባ ይዛረብ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝራኸቦ ዘሎ ግን እቲ ኩነታት ይሃድስ ስለዘየለ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩነታት ብቕልጡፍ ለውጢ እንተዘይረኺቡ ወይ ድማ ምትህድዳእ እንተዘይተገይሩሉ ናይ ምስታዕ ፈተ ወይ ምስፋሕ ናይቲ ኩናት ንጹር ነገር እዩ ወይ ከዓ ፍሉጥ ነገር ይብል ኣሎ ብክንደይ ግንባር ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ድማ ፍሉጥ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ሕዝብላ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ወገን እውን ብካልእ ወገናት እውን ብወገን ሲርያ ይኹን ብካልእ ኣብቲ ኩናት ናይ ሶርያ ዝነበረ ተኣይሲስ ዝነበረሉ ኩነታት ነቲ ገለ ግጅፍ ሓይሊ ናይ ሕዝብላ ናይ ሓማስ ከምኡ ናይ ኢራን ካልኦት እውን ዘይተፈልጡ ሓይልታት ኣብ ጎኒ እቲ ባሻር አልኣሳድ ኮይኖም ይዋግኡ ነይሮም ንሲርያ ንምክልኻል ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዊሕ ተመክሮ ውግእ ምስ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ንሶም ዝድግፎም ዝነበሩ ተዋጊኦም ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ቀደም ዝነበርዎ ኣይኮኑን ዓብዪ ወታደራዊ ሓይልን ስልጠናን ተመክሮ ናይ ውግእ ዝገበሩ እዮም ዝብሎም ዘሎ ኪላታት ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ክጅምር ከሎ ብወገን ሲርያ ኣሎ በትራማላ ዝብል ወይ ከዓ ዌስት ባንክ ድማ ዝኾነ ዕግርግር ክጅምር ከም ዝኽእል በቲ ናይ ወገን ናይ ሱርያ ዝኾነ ዕጡቃት ወገናት ክመፁ ከም ዝኽእሉ ብወገን ሊባኖስ ድማ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ሕዝብላህ ብደገፍ ናይ ኢራን ዝድገፍ ማለት እዩ ኢራን እውን ሱቕ ኢላ ክትዕዘብ ድልውነት ከም ዘይብላን መደብ ከም ዘይብላን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ምስ ቀጠር ምርኻብ ድማ ኣገይን እዚኦም ክልተ ዓበይቲ ኣክተርስ ኣብቲ ኩነታት ከም ምዃኖም መጠን እቲ ኩነታት ከምዚ ይመስል ዋላ ብወገን ግብፂ እውን ቴንሽን ኣሎ ከምዚ ናይ ምትፍናን መንፈስ ይረአ ኣሎ ሃገራት ዓረብ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስቕታ እናረኣይዎን ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ምድፍፋእ እናረኣይዎን ይኸዱ ስለ ዘለዉ ዳርጋ ብሕቡእ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኒ ፈለስጢምን ነቲ ኩሎም ዕጡቃት ወገን ኣብ ምድጋፍን ከም ዝርከቡ ፅንፅንታታት ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐል ናብ ሰላም ገፁ ተዘይከይዱ ዓብዪ ዞባዊ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ግን ዝለዓለ መጠንቀቕታ እያ ተብዳላ ሕዝብላ ኣብቲ ኩናት ንኸይኣቱ ምክንያቱ ተኣትዩ ንሊባኖስ ከም ዘይነበረት ክንገብራ ኢና ዝብል ተሪር መጠንቀቕታ ይህብ ኣለዉ እስከ ንስማዕ እንታይ እቲ ኩነታት ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ክንርኢና ላይክ ምግባር ግን ኣይትረስዑ is not only a terrorist act but an act of war. I'm very grateful that you said very clearly Hamas, the terrorists, but that we have to care for the Palestinian people and humanitarian needs. That there's no justification for that terror, that Israel has the right to defend itself in line with international and humanitarian law. At the same time that መጀመርያ ሙሉእ ደገፍ ንእስራኤል ነቲ ሓማስ ዝገበሮ ይኹንን ኣለዉ መራሒት ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት እያ እዚኣ ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ናይቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኮሚሽን ፕሬዚደንት እያ እዚኣ እቲ ሓማስ ዝገበሮ ሙሉእ ብምሉእ ንድግፍ እስራኤል ድማ ሙሉእ መሰል ኣለዋ ነብሳ ክትከላኸል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ደሰይም ሰብ ድማ ራሻ ኣብ ዩክሬን ክትገብር ከላ ኣንጻር መርገፂ ዝነበሮም እዮም ስለዚ ናይ ምዕራባውያን ዓለም ሂፖክሪሲ ወይ ድማ ምስሉይነትን ሓሶትን ንረብሖም እምበር ንረብሓ ካልኦት ከም ዘይኮኑ ኣብ ሪል ታይም ኣብ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ስለዚ እንታይ ትብል ኣላ እስራኤል ወሪራ ሒዛ ዘላ ሃገር ክነሳ ነብሳ ክትከላኸል ካብ ምንታይ ክትከላኸል ካብቲ ወሪራቶ ዘላ ክትወፅእ ዝግባእ
راشا كاب يوكرين كتوصل يوكرين تدقف انتلخم إسرائيل كاب فلسطين كتوصل كدقفوا يوم تجيبهم يربح عبرت جن كوم هاي كونن أبزوا نزي قد مثلا 4 معلت زنبرون مرجع قرب يغيروا له فلسطين زخيزوا له عابي أجمع فتيروا لهم سلزوا له عينهم عميتهم جنوسايد تفصيل علي إسرائيليين هولوكوست تفصيل هلكيت تفصيل لهم كزارب خلوا فلسطينيين هلكيت أبقد معينهم أسكيت أم يريب بمهلاهم بعالم درجة عبي أجمع قاتهم سلزوا له دمسهم كيرو جميرهم الله من علبات إسرائيل كتنقع الله أقلتات كل جميرهم الله لحرماينا بعت دمايز وكنتات زي ولا حجبون انت خونه تتبلوز له أتريرهم لتكونتات كيرو أنت زغلوا صبونا قرم خونه بزحي وقت مدحنا نيرو. That it is urgent to provide humanitarian aid to the civilians in Gaza, also victims of Hamas. This was the reason why yesterday we tripled as European Commission the humanitarian aid for civilians in Gaza by UN organizations to 75 million euros. So ገንዘብና حجز على نايبل له but right now مقب خمزياتهم بكل من قد تعطيهم كم زلوا يفلتوا نزك غيروا مخالنا يروم جن ستيل ملو دقفهم أبتوت هدروا حيلنا إسرائيل يوم زلوا عجي كن قمت لي ناقد من عبد مخادنا أقدر سعتوتات ستيل نملو حزب عالم زارب زلوا أكد متنا تشاينا راشان مراينا بنبزح حزب عالم زارب زلوا كنتات كنرينا مجمريا بزياني جمر لا يقبروها. Let's listen to this one. Point 1. Israel provides no evidence that there are human shields. So far, the best they can do is share these photoshopped images. See the... So, قال كابتي إسرائيل بالفلسطينيين أبغى بنت فتم كم زلا زرقاقس حكي انتهت بالدلة إسرائيل حماس بهالسي أبهز بفلسطين يزحب بعض له أبتهز بكازا يزحب بعض له يبلو إسرائيل كن مستكل تكنولوجيا تها ويكارك ساتلايت قالن زلوا تبهال زخون يكون مرقاقس ويجبت تقرب يلا نجزا سيليا تبزل عبز جزا سيفيل يزول حماس people don't know لذي زي قبول evidence كوناي كلني كم تلك أبتي 7 ميزهم كل قتيلهم زبلوا مو حسد كوين زس أنا هيك سبحج مرقاقس زي غربت عبزي دبدب تقبر زلا وننتو خوني تمساسالي جبت بزي بلو من قديات حرم زلا يتبل زلا زاسا. Building is red. That means Hamas is there. You know, for all of Israel's sophisticated surveillance technology with eyes over every single inch of Gaza, you'd think that they'd be able to produce more than cartoons and doctored graphics. In fact, the only proof they have provided so far are fake videos of Hamas rockets in residential areas. On May 15th, the IDF published a video of an Israeli training operation using a Hamas decoy, but claimed it was an actual Hamas missile launcher near civilians. So حدا بحدا منقسنا إسرائيل زوجو لك كم جبتيلو ميديا أنصارهم بزح حيل تنسيس لزلا خم تقدم سلزي يكونه نتنفس وكف إسرائيل تقرب زلا investigate الناقبرو بتكنولوجي تسنيم حسوت مخانو يفلتوا ترايدلو ده كونس نابزبي يقربوا له إكس بحال تويتر بحال أكاونت مع أبو بزح عبري تايز وتزلوا in fact بزح سأجا ما قاتي مولو إلى ماسك بسمكو نسمع نيش زي عقد سلزخونات زي evidence زي عنسم عدلية سلزلوا. IDF published a video of an Israeli training operation using a Hamas decoy, but claimed it was an actual Hamas missile launcher near civilians. In another lie, Netanyahu's spokesman tweeted a video claiming it was Hamas firing rockets next to an apartment building. Turns out this was a video from 2018 in Syria. So where... ስለዚህ እንታዮም ከመ መረጋገፂ ኣብ ቅጥቃ ህዝቢ ኮይኑ ይትኩስ ከም ዘለና ሓማስ ኢሎም ዘቕረብዎ ኤቪደንስ እቲ ሮኬታት ካብ ጥቃ ናይ ገዛውቲ ይትኩስ ኣለዎ ዝበሉ እዚ ናይ 2018 ኣብ ሱርያ ዝነበረ ስእልታት ንዑ ኣንፅኦም ይጥቀሙ ከም ዘለዉ በተደጋጋሚ ዲባንክ ይገብረሉ ዲባንክ ማለት ነቲ ሓሶት በመንግስቲ እስራኤል ዝቐርብ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ የቃልዕዎ ኣለዎ ወይ ከዓ ፈቲሾም ሓሶት ምዃኑ እቲ ኤቪደንስ ካበይ ዝመፅእ ምዃኑ ነቲ ቪድዮ ሂስትሪ ናቱ ኣናላይዝ ገይሮም ካበይ ከም ዝርከብ ይረኽብዎ ኣለዉ ቴክኖሎጂ ዘይገብሮ የብሉን ስለዚ ሪል ታይም እቲ ኩናት معرتن الفلسطينيين زغات لو زلوا على ميديا عندي زلوا توج نتوج دما الميديا بتخكل أبزوان زي بزحات كيلاتات التناع حماسنا إسرائيل سلزري وزلوا يقال حولوا الميديا تقاطع عصيرة وننوع حماتات نزغلوا CNN BBC ملو بملو قطرها لهم إسرائيل نزي السوشيال ميديا نكو عصر ويكالهم كم تنت مينستريم ميديا زكو عصر وزنا بر. Where's the actual evidence? If they cannot provide any, their claims must be investigated and brought to a trial.
Even if there was evidence that Israel was hitting legitimate military targets, it still is illegal to kill such an outrageous amount of civilians. And you can't legally blow up a hospital, even if there are militants nearby. Either way, Israel should not be allowed to be above the law. So انتهت بالدلة كل شفت زغربو زلو كان نصر تزيكونه ولا ون بعين عالم لخاوي حقي سراويتنا حماس أبتك هوسبيتال كوينهم تتوكيسهم نزو هوسبيتال تحرم إسرائيل مسألة بالله حقا يفكرني مغنياتو نوتام أبو تحابيهم زلو سراويتنا حماس تهزبي أب هوسبيتال زلو كيدو كبلهم أعق مسألة زي بلو كامن سنس بهالزرمة دايو اتوت هدراو عطوغناي حماس أبزدل يوكحبا يخليو سيفيلاو هزب كمي جيريو نبرت عطيقو زلو وتاك بلو سلازي ازي كبيدنا جريو حلغلغ زبالا كنتاتيو إسرائيل دما داق ما قمت كتقبر الله حادة نبرينا لنا نغطر كاريتك اسمعكم I put all those things out there. Yeah. How did these guys not know this was taking place? So I've been to Israel many times. The whole country's a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. So انتهي بلالو زدما أبعبي بلاتفورم ناي باتريك ديفيد دماتايو انتهي بلالو إذا كنتاتنا إسرائيل زقاتمي كما يجيروا إسرائيلوين كيف لطوا خقاتم كيلو زي حتى كساب حجين بزو حزبي زي شاغل زلي إسرائيل كيف لطوا كما يجيروا كون كيلو وزي كيلا وتدراو كيلا انتهي بلالو سمعوا إن إسرائيل صبوا جيروا أمريد دفلتايو اسمعيو I still have the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that's an IDF soldier, right? The whole country is surveilled. And so let me just kind of go through this. We don't talk about Israel. مجمريا انتهي بلالو إسرائيل أنا فتك عزاز بالك كيدا فلتي زخونه يكون سقم تخد كيدا يتخلني خاص زخونه وتهدر حيل خي تقبلك بملو ملو قصصرنا إسرائيل زلو بوتاينا نزارب زلنا بلالو نسمع Israeli politics very often, and most Americans don't know this. The last 9 months, Israel is on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets because Bibi Netanyahu is basically redefining the Israeli constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power. There were protests planned this week against Netanyahu, where they anticipated tens of thousands of people to take to the streets. هذا كابتنات بي كفر اب كون كم زغل ويكا نخال مشفان كون كم زغل منجسنا إسرائيل ويكا منجسنا نتنياهو أب أديو حدا جنيا كونتاتي يزركب نيويورك المز كونتات زيب لعلو سلامتاي أبتن السنتي بيت فردنا يتحجر زل على حيلنك وهابا أبز تبقصو حزب إسرائيل كومبليت لانس أروتيو أشحات أبد سلام وصل فيك كاب سلام وصل فينا سلام وصل فينا ناخذ تهجر أبريك أوف كولابس نقدر برويكا نخد فرت قريبا نيرا أبيدو كتفرس قريبا نيرا شترا دي كونا جن قد متمت كعت زوار دلو كلتا سلسة تمام متكعت زجاجة مثلا دحريو كلتا دحر خلتا مع سلسة معلتي حدا عابي ديمونستريشن عابي سلام وصل في تمدي بنيرو سلازي كابتو زنبرو مليس زبرت أي سلام وصل في خجبرت حسي بنيرو إذا كنا تاتزد ما نبأ سيخيس نبأ سلازي نبره نتنياهو برايم مينستر مالتيو نسون منقسون عبي وتربت يحم نيرو سلازي انتايكو قبرهم تقولي سمعوها. That's all gone, Patrick. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing to say. So إذا كل حجي بسنكز زلو كنتات تطويل له مغنياته وقسله تعوجه نا emergency نا كذا emergency منقست عقيم له نتنياهو دليل رخيب له. سلازي إذا كنتات زي نتيم حزب إسرائيل زل عالو زنبر كتعبت حين ككالت أجمع كتمس كتكلم لك كفلسطينيين بوم سيلكا وجو كم ساعة وجم سيلكا نتوش تعوز أجمع كتعبت تفتنيها إسرائيليين قفلت أمه دروس لما وصل في جميرة ماله الميديا جنام تونيزا. To go so far that saying that Netanyahu knew or there was intelligence here, but I think some questions need to be asked. Was there a stand down order? Was there a stand down order? هذا كابتي بتدقاقامي زحتا زلو بزحت كيلاتاتون زنقرو زلو اتكونتات نخقاتم تومنا اتوقاتنا حماس اتيوم سبنكو قتلو سراويتنا إسرائيل كي تكسن زخون نجر كي جبرن نشدش شوعات ساعات تطو قبل تعزيزو خمز نبره يزن الجرزلو بكل وجناتي خازوت زلزي إسرائيل بزي فقادة أيكون متكعتتهم شحن سلسة ميتهم نا إسرائيل وين تولد لا بزي فقادة بزي كلتنا إسرائيل انت راي كونن طالب سليانة أمريكا كومون سليانة ناي جبسي بتدقاقامي حبريتا هيبا ممكن زنبرو يقلت علو زون 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey.
When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Was سنتاي بلالو بفصم كون كتقبل زي تخيليو إسرائيل كاب حدا جاف ناب حدا جاف بهليكوبتر كتكيد 4-5 دقيقة قدام يرتيتنا إسرائيل نخمت تكن 6 ساعات يوسيدو unbelievable إذا كونا يكلنيو زي ولا بعيني كل عينة أنا لا سجير كي إسرائيل يكون زخون هاجر كم خون هيكلني عايزين يشتهي هاجر مس تكنولوجيا زلوا كندو ساعات بزيرتيت كجبر أي كلهم يمني رميز بحال زلوا زغا common sense you did somebody in the government say stand down? That is a legitimate non-conspiracy question. The whole country is the IDF. The whole country is. Yeah. And you're trying to tell me that they're going to concerts and kibbutzes and schools and by reports 6 hours. Let's say it's 3 hours. That's suspect. Go ahead, Rob. It's also not like a right-wing reporting. This is from the New York Times. The long wait for help as massacre unfolds in Israel. I can't think of a more liberal news. So كم نريد لنا تي رديت ناي رديت بإسرائيل استوت the long wait for help as تي قتلت جابلا هلكت كفتر كله تثبيت بالتعمي 3 hours into attacks 6 hours into attacks 9 hours لذي بالتعم دون يوم رديت كبو جميرهم زغا أتي liberal media زجبروا western media زجبروا يزي كلا يكون سلزي بملو بزح توتات زلعال كونتاتين ير. Outlet in the New York Times. And by the way, I'm actually very pro-Israel. So let me be very. I mean, so I'm not exactly. Well, I think we all are. No. I just want to make sure my position. زد زعرب زلوا دما أنا أفغان إسرائيل زلوا خي أفغان حماس وفلسطين كلا يكون نصر قانكم أنا أفغان إسرائيل زلوا خسبي سلزي إذا كونتات زي عزيز أقرب كونتات نخطأ عملوا تشجرين يزبط. Position is clear here, but. I would, so Patrick, there are other explanations. It's possible that the Netanyahu government was double-crossed by bad agents, okay? That's dark, but it's not as dark as what we're talking about, okay? Another aspect is that Netanyahu might have traitors in his government, like legitimate traitors that have infiltrated. I was texting with some senior people in the IDF, and they said, Charlie, can't say too much, but let's just say the same problem you have with the left in America, we have here in Israel. So there's something to think about. Just something to think about, right? So تي مغنيات قون زغل حادي تي كلك كنا حسبون غليلو من البات تي نتنياهو حماق سليا ويك حماق اجنتس اوش تخينهم المد زفصمك حدد زفصمو تي كمون خقاتم تزاز محلالفو كخونو خليهم ات possibility اذا كنتات جرينا زلنا بخال من قد كرينا نشكتنا وحكم كمل ساينا زا فيديوزيا so many questions بزعبا زو كنتات زي مغنياتو زي أمودة تزبلا خمسة محمد حريق حدا نقدر كسمعكم is that maybe there's some people within those intel agencies that aren't as sympathetic, or maybe Patrick, maybe they might have gotten a tip, they might have gotten whispers, but no one thought it would be 1,200 Jews dead. That's a potential, right? Because here's the essence of it. The essence is this: this is the closest thing to the Holocaust that any of us have lived through. But the fact is now Bibi and the Israeli hard right government has a mandate. I got to be careful the way I say this. They're going to try to ethnically cleanse Gaza. So, زيادة بدما. بتقين بتي كل بزحتي ورا كان جبرنا خلينا أمود أتاجن بيبي تبي من نتنيا برايم مينستر يماناي كان في زلوا منقستناتو أخراري صار فلسطين زخونا أخراري منقستي حجي دحرتي جاملاو هلكيتنا أيهود بجزء هتلر تزعبي زبز حقوق إسرائيلويان زقط لولو كنا تعتيزي شان سلسميت نجي تقتلهم زلوا زبال زلوا سلزنا زي مغنيات تتكيمو نفلسطيناويان تقلال لقط فهم ethnic cleansing مسناتنا عليك كفتم كم زخيل كتبت خيلي خايب لالو سلزي حدا كابتي نبلو زلنا نتي فلسطيناويان نمدمساس مخنياتنا إسرائيلويان موت كتبكت لك كندزس لو قتلوا لنا يلكا نتعاليت كدم سستخل زيادة ما تنكس معكم دليس أناكم. As a mandate, I got to be careful the way I say this. They're going to try to ethnically cleanse Gaza. Yep. I mean that's, and I don't use that term lightly. Okay, they're talking about basically removing 2.5 million people from there. Okay, and honestly, they have a mandate to go seek justice and revenge. They do. This idea that they need to have a truce or a peace treaty, that's morally crap after you see women and children be burned alive and dragged to the streets. But there are some serious questions here, Patrick. And let me tell you,
my pattern recognition over the last 5 years has become pretty sharp. COVID, Maui fires, Epstein. When I see a story and it doesn't click, our guts are usually right. So እንታይ ይብላ ኣሎ ናተይ ርዲት ነዚ ይመስል ሓንቲ ኣነ ፂረ ክነግረካ እቲ ኩነታት ሕነ ንኽፈድዩ ነቶም እስራኤላውያን ነቶም ፈለስጢማውያን ብጣዕሚ ክሓስይዎም ከም ዝኽእሉን ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ዕላምኦም ነቶም ፈለስጢማውያን ንምውፃእ እዩ ነይሩ ሓንቲ ከረጋግፀልካ ዝኽእል ግን ፓተርን ወይ ከዓ ከምዚ ኩነታት ከንብብ ከለኹ ካብ ዜሮ ዝመፀ ይኮነን ኣብ ኮቪድ ይኹን ኣብ ካልኦት ኩነታት እቲ ኣነ ዝበልክዎ መብዛሕትኡ ግዜ ትኽክል እዩ ዝኸይድ ኢሉ ስለዚ ኣብ ኪላ እዩ ኣብ ካልእ እውን ይከታተለ ከምዚ ነገራት ንመፃኢ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ገምጋም ዝህብ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሻርፕ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ናብ ኩንነት ዝቐረበ ገምጋም እዩ ዝህብ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ውራይልካ ተሃንደሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘተንባ ሓበሬታ ንእሽተይ ክወስኸልኩም እየ ምክንያቱ ጀስት ከምዚ ካብ ስምዒት ተበጊሰ ዛረብ ዘለኹ ይመስለኩም ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ሰብ ድማ ተዓሚቱ ስኢሉ ምስክስቶ ከይበለ እቲ ሓቂ ፋክት ፈሊጡ ክዛረብ ዝበለፀ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ In late 2021, Israel announced the completion of an iron wall along the border of the Gaza Strip, a state-of-the-art 40-mile fence constructed of 140,000 tons of iron and steel, 20 feet high. እዚ እቲ ዶብ ንዛረበ ዘለና ኢና ብሓደ ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ዝተወደየ ኣብ ዓለም ከምኡ ተራእዩ ዘይፍለጥ ብዝለዓለ ቴክኖሎጂን ርቀትን ዝተመለየ ዶብ ኢና ንዛረብ ዘለና ሰጊሮም እዮም ኣትዮም ሰብ ቀቲሎም ንብል ዘለና ማለት እዩ እዚ ድማ እዩ ንመብዛሕትኡ ሰብ ክኸውን ዘይክእል ኩነታት ዘብሎ ዘሎ and a fully fortified barrier underground. Equipped with sensors, radar systems, and remote-controlled weaponry, the Behemoth project took 3.5 years to complete and over $1 billion. And yet, on October 7th, hundreds of Hamas militants were able to easily breach the wall and the rest of Israel's stout defenses in a matter of minutes. The attack began at 6:30 in the morning with a launch of thousands of Hamas missiles. Soon after, drones disabled the wall's remote defense capabilities, and Hamas soldiers quickly overtook multiple checkpoints along the border. By 7:30, Hamas fighters began sweeping into multiple Israeli border towns, massacring and kidnapping hundreds of civilians. By the end of the attack, more Jews were killed than on any single. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ ብሪሞት ዝሰርሕ ኣፅዋር ሴንሰርስ ካሜራስ ብምሉ ክሰርሕ ኣይከኣለን መፂኦም ነቲ ካንሸሎ ከፊቶም ሃሪሞም ነቲ ቦታ ነቑጣ ሒዞም ኣትዮም ውሽጢ ሰዓታት ወሲዶም 6 ፈረቓን ክጅምር ከሎ መጥቃዕቲ 7 ፈረቓን እዮም ናብ ከተማ በፂሖም ነይሮም ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ ክትከይድ ድማ እንታይ ይብለኩም ነይሩ ብሄሊኮፕተር 45 ደቂቃ ድወስደልካ ስለዚ ካብቲ ዶብ ክሳብቲ ከተማ ዝበፅሑ ሰዓት ወሲድሎም ነይሩ ኮለ ጌና ዋላ ነቲ ዶብ ተሰገርዎ እቲ ሰራዊትሰርሕ ነይሩ ተዝኾን ሰኪሪቲ ዝነብሮም መፂኦም ከርክብዎም ምኻል ናብቲ ከተማ ከያተው ስለዚ ኩሉ ዚታት እዩ ተዘረባ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ካብ ዎል ስትሪት ጆርናል ናይ ኣሜሪካ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ እዩ day since the Holocaust. How could this have happened? How was such an impenetrable fortress so easily breached by a poorly trained and equipped group of militia fighters? What makes this failure even more perplexing is that there were clear warning signs of an impending attack that both the US and Israel were made aware of. On September 28th, the Biden administration received multiple streams of intelligence. So, እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣቐዲሙ እውን ብዙሕ ስለያዊ ሓበሬታ ምክንያቱ ሓማስ ክንምንታይ ንፍዕ በሎ ምልሻ ጌና ዘይማዕበለ ኣፅዋርን ቴክኖሎጂን ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ክገብር ከም ዝኽእል ኩሎም ፈሊጦም ነይሮም ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ኣብ ሰፕተምበር 28 ወርሒ 9 ማለት እዩ ኦልሬዲ ወርድ መጠንቀቕታ መፂዎም ከም ዝነበረ በይዝኖ ማልቲፕል ዝተወሳሰኑ ብተደጋጋሚ ካልእ ናይ ስለያ ሓበሬታ ይመፅኦም ከም ዝነበረ that a terror group Hamas was poised to escalate rocket attacks across ስለዚ ሮኬት ክትኩስ ከም ዝኽእል ኩሉ እቲ ምንቅስቃስናቱ ፈሊጦም ነይሮም ሓበሬታ በፂሕዎም ነይሩ ብስልያ ስለዚ ኢንፋክት እንታይ ይብለኩም ኣሎ ኦክቶበር 5 ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣቢሉ ማለት እዩ wire from the CIA warned that the increasing possibility violence በሐማሲ መጥቃዕቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሹር ነይሮም ኦክቶበር 6 ማለት እዩ the day before the attack حنت معلت قدمت متقعت الى شعاتين نيرو على شدشت انتهى قادم نيرو US officials circulated a reporting from Israel indicating unusual activity by Hamas indicating that there are indications that are now clear an attack was imminent ስለዚህ
على شوعات سي متكع على شدش سي اوريدي هذا نصر زخون حبريتا نيرو حماس متكع تخبر مخانو زفلت رايبو متكع تخبر مخانو نصر حبريتا نيروم بتدوب دما كم زي سرح غيرما I don't know تعوي رش زلوا نمجمجام كبدا يكون زكناتات. The Hamas was poised to escalate rocket attacks across the border. On October 5th, a wire from the CIA warned of an increasing possibility of violence by Hamas. Then on October 6th, just one day before the attack, US officials circulated reporting from Israel indicating unusual activity by Hamas and that an attack was imminent. According to reports, Cairo had also repeatedly warned Israel of something big planned in Gaza. US Foreign Affairs Committee head Michael McCall confirmed that these warnings were given. According to the New York Times, So انتهينا نبدلنا again جبت وين انت خونت عبي متنقطع بحماس خونه يكون متكعت كورت كم زخل متنقطع أم على لفا خمسة نبرتنا إسرائيل بزحات لعلوات حلفتنا أمريكاون فليتهم كم زنبرو سلز انتهي مالتيو الزكونات زي حماس غير ويلكا بحماس متكعت زجبر السبيبكا نفلست إماويان نمشفشاف كون كم زغل زتنبه ጨብጢ በተደጋጋሚ ይመጻሉ ነዚ ከይፈለጥካ ድማ ስኢልካ ሓማስ እዮም ጀሚሮም መትውግ ገለ መለክ ትብል የብልካን ሓማስ ውግ ንክጅምር ፅቡቅ ገይሮም እዮም ኣቃሪ ኣዳልዮም ነይሮም እቲ ኩነታት ናቱ ኩሉ ከሎ ገና እስራኤላውያን ከይመቱ ኩሉ ገና ጠጠው ከብሉ ዓቕሚ ነይርዎም በዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ውሽጢ እስራኤል ጥራይ ኮና ንብል ዘለና ጎረቤት ሃገር ግብፂ ካልኦቱ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት እዮም ፈሊጦም ነይሮም ዝኩነታት ስለዚ ኩሉ እቲ ዶብ ምኽፋት ዶ ናብ ውሽጢ መታው ዶ ኩሉ እዚ ከምኡ ንክገብር ስለዝተደለየ ክኸውን ዝኽእል እዚ ድማ መጀመርያ ኣይኮነን ሕጃብ ኩባ እውን ከምኡ ገይሮም ኣብ ብዙሕ ነገር ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዚ ነቲ ህዝቢ ገበን ከም ዝፍፅም ትገብሮ ድሕሪኡ ትገበን ነቲ ገበን ኣሳቢብካ ነቲ ክትገብሮ ዝደለካ ዕላማ ትሃርም ማለት እዩ እዚ ድማ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ስኢልካ ተዓሚድካ መኻድ የለን ናይ መወዳእታ ሪፖርት ናተይ ብዛዕባ እቲ ናይ ቻይናን ራሽያን ክኸውን ቡጌርና ክንወዲ ኢና Diplomat Sergei Lavrov is on a trip to Beijing ahead of an expected visit by Russian President Vladimir Putin. Now, Beijing is hosting representatives of 130 countries to mark a decade of its Belt and Road Initiative. Now, the Belt and Road Initiative is a key geopolitical project of Chinese President Xi Jinping to extend Beijing's global reach. All eyes will be on Putin, who is set to meet Xi Jinping in a bid to deal. So, Harabi Kotabawi conference naiti BRI ዝበሃል Belt and Road Initiative ዝበሃል ናይ ቻይና ዓቢ ኮንፈረንስ ክህሉ ኣብ ዝቕንያት እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ፈረንሳ ላቭሮቭ ናይ ራሽያ ንቻይና ገፁ ተበጊሲሎ ንቤጂንግ ፑቲን እውን ብኣካል ክሳተፍ ምዃኑ ተስቢት ይግበረሉ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ዓቢ ኣቓልቦ ዘለዎ እዩ ክሳብ 150 ሃገራት 130 ሃገራት ደንገለን ክሳተፉ ወይን ዝበሃላ ዘለዋ ኤርትራውን ኣካል ናይቲ BRI ፕሮጀክት ዝበሃል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ካልእ እውን ከምፃልኩም ሓደ ቪድዮ ወፂ ነይሩ በቲ ኮይኑ በቲ ፑቲን ንመጀመርያ ግዜ ናብ ዓቢ ዋዕላ ክሳተፍ ክኸይድ ኣብ 2022 ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ናብ ዩክሬን ሒደት መዓልታት ኣብ ቻይና ከይዱ ከም ዝነበረ ይዝከር ፑቲን ንስማዕዮ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ኣብኡ ኣብ ኣገዳሲ ኩነታት እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ deepen a partnership forged between the United States' two biggest strategic competitors. Last month, Chinese Foreign Minister Wang Yi said that the Russian president gladly accepted Xi Jinping's invitation to visit for the Belt and Road Initiative talk. ኣብዚ ሓለፈ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ከም ዝሓበሮ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ዕድመ ብፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዝተገበረሉ ብኣኽብሮት ከም ዝተቐበሎን ክመፅእ ትፅቢት ከም ዝግበረሉን ምዚ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ኩነታት ዊ ዶንት ኖ ግን ትፅቢት ይግበረሉ እዩ ናብ ቻይና ናብ ቤጂንግ ክኸይድ But China and Russia declared a no-limits partnership in February 2022. That is, when Putin visited Beijing just days before he sent tens of thousands of troops into Ukraine. Now, the Ukraine invasion triggered the deadliest land combat in Europe since World War II. The US cast China as its biggest competitor and Russia as its biggest nation-state threat. Well, US President Joe Biden argues that this century will be defined by an existential competition between democracies and autocracies. So, እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ኩነታት እዚ ቻይና ምስ ራሽያ ዘለዎን ዝምድና ዶብ ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ነይሮም ቅድሚ ዓመት ኣቢሎም ከም ዝረኣናዮ ድማ
تشاينا نراشيا نتخلو زوردا أجدان قلملن نممكات بزح تقف كم زقبرت الله نتخلو استعاد ويت ناي إمبورت ويكا ناي نقدي مخالف بمنقد تشاينا متكاتك تركب كم زغالت كمون تشاينا بزح ناي ندادي يكون كالت تسقاتات ناي راشيا بمجزع نتقطبها تغطل كم زقبرتو تذكر كوينو ولا قكع تاوت هذا راح قفت زي قبرت الله عبد قف كم زقبرت الله زمدنهم كم زحيلن يذكر أمريكا دما زبنزي بايدن كم زبلو زي إذا عمتات زين بمتاك تكاسيلو existential competition إذا دما ناي هلاوي وددر كله وددر دما أمونغو ديمقراطين أوتوقراطين ويكا بول كمال اختز زي محاضر هجرات مالتيو أمونغونا أمونغو من زبل عبد دفاع فتينو كفيتو خمزلو نا أمريكا نا تشاينا نا راشان متحببار بالتعمي سكاز فترة لازلو نسات دما من مليسنا تقرربا يخدالو. Putin has hardly ventured beyond his country's borders since the war, with the weak trip the first to a major global power. This year, trade between the two powers has soared to levels not seen since the beginning of Moscow's war in Ukraine. The Chinese imports of Russian oil have offered Moscow a critical lifeline as international sanctions bite. But China has refused to condemn the war in an effort to position itself as a neutral party, while at the same time offering Moscow important diplomatic and financial support. So كم نريد لنا تي كونتات تشاينا عبد قف كم زقبرت زمدنا عندما ولا تناي نقد زمدنا عندما ترى زي في الدرجة بتشحو كم زلون أبوشتن مدلس أنت أنا نجاهم زلون كان الفيديو نجير لكم نيره كسبنا 260 بليون ديلز كجبرهم زغول أبزو علازي تسميت جبر لهم ويكلات تجارب سلزي زكونتات زكلتي عندما أبغوني نسبة فلسطين زسما زدنا قطعا مس إيران عندما أبغونا زلون يعني إيران تشاينا بليونز إنفست جبر لاب تتغرز نا إيران نا ندادي سلزي كمون راشا تا إيران راشا أبزو كيناتنا يوكرين أسوار ونحجزات الله سلزي إيران راشا تشاينا صبغ زخنا زمدنا زلون كم خان المتن إيران دما أبزو كناتات زي بغتا بتزوار تساتف سلزلا بزح تسبيز جبرلو ركب قوم كم زغلون كيلاتات عبرو سلزي التكوناتات نزي مثل جيوبوليتيكا كم زمثل الزكوناتات زي كن عزبون كن مهارلنا لنا حق أني حبرتاتنا أمريكان يوروبان بنتصور زرايل زلو كناتات أبالي إرترا تن أبغني أمريكا زي كونا نجارات وكم سمعربها هجرات دي سماما هجرات زخون يكون جسد لك كم زنا فلسطين كقاتمان كم زغل صبوا غير كرداكم خلالو كم هجي بتدقق ما قاتيميو أب حمساتات يكون نتي فدريشن كبر كله تمساس على تاريخي نيرو حزبي إرترا ولا قدليت كم زن تنبريجن نربحنا قنبل استراتيجية ربحنا بس إثيوبيا خنقبراينا زبلو تدقاقامي تقرأت دورد نمرون عزمة السلية بزحلفة عصرتات عمد جرانا يوم هجوين أمريكان يوروبانا كايداناتهم أبريل تايم كتريو عدل كتخفيت لنالو بسن كزد ما حزبنا كما غاغل عيدا لني نابلكو نالو مارستا بزخنو دينا بليس لايك قبرو سبورت قبرو أبالات نايز جانو الكولو نابلكو أبزخو دي أفكالك سامن الرهب تسبقو تشاو برهويلو بنا توريكي منا روحنا يوتنفصا سعيرا أبصا عجوي إريتراي صغفاي بلقي لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا